بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد الرئيس، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، بداية لا يمكن إلا أن نقف وقفة كبيرة في قضية وحدتنا الترابية. 21 أكتوبر، قرار 2797 هو إنجاز كبير للمغرب. هذا الإنجاز قاده جلالة الملك منذ 26 سنة، هو إنجاز نهنئ أولا جلالة الملك عليه، ونهنئ أنفسنا والدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية على هذا الإنجاز العظيم. هذا القرار كان نتيجة لمسار الدبلوماسية التي قادها كما قلت جلالة الملك، والحكم الذاتي الذي قدمه جلالة الملك سنة 2007 كانت ثمرة مشاورات ولم يكن نتيجة لعمل في المختبرات، فهو كان نتيجة مشاورات مع الأحزاب السياسية. وهي مناسبة لكي نشيد مرة أخرى بتوجه جلالة الملك في هذا الأسبوع، بداية هذا الأسبوع يوم الاثنين، بالاستشارة مع الأحزاب السياسية حول مضمون الحكم الذاتي. ونقول ونكرر بأننا سنبقى وراء جلالة الملك في أي خيار سيتخذه. صحيح سنتقدم ببعض المقترحات، لكن يبقى ما قام به جلالة الملك وما قام به الملوك منذ الاستقلال مع محمد الخامس رحمة الله عليه والحسن الثاني وجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ما قاموا به من أجل الوحدة الترابية لا يمكن إلا أن نكون معهم وراءهم. هذا المسار ديال توطيد الوحدة الترابية من مدخل التنمية والديمقراطية نظن بأنه بلغ أوجه ونضجه، وبالتالي لا مجال للتردد فيه. فالاختيار الديمقراطي قطعناه ورسمناه في دستورنا، فيجب أن نذهب به، فلا مجال للتراجع ولا مجال للعب. فالوقت وقت جدية، ونحن نناقش القوانين الانتخابية، نأمل بأن تكون قوانين انتخابية نزيهة وشفافة وذات مصداقية وتفرز مؤسسات ذات مصداقية. لذلك وهي مناسبة لكي نحيي كل القوات التي هي في الثغور. ثانيا، فيما يتعلق بغزة وفلسطين، لا بد أن نقف مرة أخرى لندين الكيان الصهيوني عما قام به من إبادة وتدمير لقطاع غزة وما قام به في الضفة الغربية وفي كل فلسطين. هي مناسبة لكي نهنئ ونقدم التحية لجلالة الملك على ما قام به تجاه فلسطين وتجاه غزة. هي مناسبة لكي نحيي كذلك المقاومة بكل أصنافها ونحيي مع الشعب الفلسطيني على صموده. هي مناسبة لكي نحيي الشعب المغربي على كل ما قام به دعما لفلسطين من الموقفات واحتجاجات ومسيرات ودعم مباشر وغير مباشر. وهي مناسبة لكي نقول مرة أخرى أن التطبيع لا مجال له في المغرب، لأن هذا الكيان لا يحترم العهود ولا الاتفاقات. فيما يتعلق بمشروع قانون المالية، وأبدأ بما ختم به أو بدأ به أو توسط به السيد رئيس فريق محترم، نقول له بأن هذا مشروع القانون بدون رهانات لا اقتصادية ولا اجتماعية، لأنه جاء خارج البرنامج الحكومي، ولم نلحظ في كلمتكم السيد الرئيس ولا كلمة حول البرنامج الحكومي في علاقته بقانون المالية. هذه السنة الأخيرة جاءت بعدما بددت الحكومة رصيد الثقة، رصيد المصداقية. هذا القانون محكوم، خلينا نقول بتوجيهات جلالة الملك، هو قانون ديال آخر سنة، وحنا عندنا آخر يا إما سيء وإما حسن. نرجو أن تكون الخاتمة حسنة، نرجو، وإلا كل المؤشرات تذهب بنا على أنها خاتمة لا قدر الله سيئة. فإذا هي حكومة منهكة، تضارب المصالح، تناسل الفضائح، سوء التدبير، الريع، الفرقشية، الاحتجاجات. ما يمكنش نجيو دابا الآن ونسطو على الإنجازات التي قام بها جلالة الملك، سواء في الدبلوماسية أو في كرة القدم أو في أي إنجاز اللي قام به جلالة الملك، ونجيو لهنا ونتكلموا عليه. فهذه الحكومة على كل حال هي حكومة متهاوية، سقطت قبل النهاية، قبل ما نوصل للعام الجاي إن شاء الله، لأن هذا السطو نعتبره السرقة
تحت الأضواء الكاشفة ولا نقبل به. عندك شي حاجة قامت بها الحكومة تفضل، هذاك الشيء ديال جلالة الملك خليه بعيد عليك. صحيح أن داء العطب قديم، ولكن راه يمكن يكون راجع ل 2007 حين دخل السيد رئيس الحكومة الحالي في واحد الحكومة واللي كان وزير الفلاحة ديالها لمدة 14 عام. إلا كان الداء، واش الداء ما كاينش في الفلاحة؟ لا كان الداء هذا واحد من الداء اللي خصنا نعالجوه. نتكلم عن التماسك والصلابة، وهذا الاختلاف بين الوزراء والبيانات، واخرها هو البيان اللي دار التكوين المهني ضد وزير. اما وزير العاد كيشكو من رئيس الحكومه وحزب اخر محافظ اللي كيوقفوا له في المشاريع ديالو وكيقول لك كاين تماسك، مرحبا. فنحن يعني ان شمس الحقيقه لا يمكن ان تغطى بالارقام. فهذه حكومه كنعرفوا هذا الشيء، الاحتجاجات اللي كانت في المحاماه هي حكومه المصالح الفرقشيه، حرمات المغاربه. المغرب بوحدهم الدول العربيه والاسلاميه حرماتهم العيد. قدمت ارقام كاذبه في فبراير قبل العيد، وادخلنا مؤسسه نحترمها ونقدرها، اماره المؤمنين، لكي يهيب جلاله الملك باننا نضحي. بعد ذلك حين قامت وزاره الداخليه بالاحصاء وجدنا بانه تزادت. ما كي دايره هذه من 13 دزنا من 17 دزنا 32. غير هذه كافيه لكي تذهب الحكومه باسرها، لكي تذهب الى حيث يجب ان تذهب في علاقه ربط المسؤوليه بالمحاسبه. حكومه الصفقات، الريع، الاحتجاجات. ولكن في هذا الشيء ديال الصفقات خليني دابا غادي نوقف على وحده. دابا نرجع للصحه، ولكن وحده غنقولها دابا. ها ما بقاتش حكومه، ما بقاتش وزاره الصحه، وزاره الصفقات. تكلمنا على هذاك الشيء ديال الرقمنه، وتكلمنا على الصفقات 91 اللي 5.5، حنا سحبنا على 3.5 بالصفقات التفاوضيه خارج القانون. دابا الساده الوزراء نقول لكم وحده عاد دارتها وزاره الصحه جديده. عندنا ما يسمى بلا امان، لوتوريزاسيون دو ميس سير لو مارشي. ومني ما كيكونش عندنا الدواء كنديروا واحد الاجراء اللي سميتو اتي، هو لوتوريزاسيون تومبورير ديتيليزاسيون. حنا واحد الدواء كاسيل ديال هذا الكاسيل اللي كنستعملوه، كانت واحد الشركه كتنتجو، دارت استثمار، بغات تزيد في الثمن، شغل هذاك ما بقاش عندنا. عرفتي شنو درنا؟ اش دار وزير؟ دوز الصفقه لوزير اخر واللي عندنا هنا وعنده شركه في يعني في المواد الصيدليه، واستوردناه هذاك الدواء. وفضيحه اخرى استوردناه من الصين، ومنين ديناه للمؤسسات والمستشفيات ما قدوش يقراو هذاك الشيء. قالوا هذه في الشينوا، حسبوه ورجعوه، وكيحسبوا بالثمن اللي بغا. وفي هذه الايام وهذه الاسابيع باغي يعطيوه لوتوريزاسيون دو ميسير لو مارشي. كيكثر من هذه الفضيحه حنا كنقولوها لكم، بحثوا فيها. هذه اخر شيء. بلا ما دام الصحه نزيدكم وحده اخرى، الصفقات الادويه اللي كنشريو ولات وحده من هذه المصحات اللي قالوا واش تعطيها الدعم ولا ما تعطاهاش. كتشري واحد الدواء ديال السرطان، نقول الاسم ديالو، ممكن نقول كيتشرى كتحسب السنه 4000 درهم. كتشريه هي هذه المصحه كتشريه ب 600 حتى 800 درهم، وما ولات ماشي كتفكتيري عندها، كتبيعوا المصحات اخرى باش يحسبوه ب 4000 باش يحسبوه ب 4000 درهم. كيكثر من هذا المنكر. 40 مليون ديال الدرهم اللي خدت في اسابيع. وقلبوا ملي كنقول لكم حكومه ديال الصفقات. هاي انا كنعطيكم امثله. مشروع قانون الماليه في علاقته بالاولويات. طيب يا سيدي، هذه الحكومه نجحت، صحيح نجحت في اخراج جميع طبقات المجتمع للاحتجاج. كل شيء في العالم القروي، الموظفين غير الموظفين، في العالم في كل شيء، حتى في العالم الافتراضي خرجته. هذه حكومه هذه نجحت فيه. نجحت في رفع الاسعار. راه السيد الرئيس قالنا كاع الاسمنه في المواد، في المحروقات، المواد الغذائيه، المواد اللي بغيتي، الزياده ديالها بقات مرتفعه من 2022. ملي كان عندنا 6.6 ديال التضخم، ملي بقات في هذاك المستوى ما بغاش تهبط. رفع نسبه البطاله. مادام السيد الرئيس السي عادل كتكلم، ما عزيزش عليك تتكلم على هذه الحكومه على 10 سنوات، ما عرفت واش عندك مشكل مع العداله والتنميه. ما عرفتي منين مشيتي رجعتي لجدو. واش عندك مشكل مع حزب الاستقلال، مع حكومه عباس،
وما دام كتتكلم على الارقام بلاش كترجع ل 2020. ما دام ان جلاله الملك اعطى 2021 اعطى الكوستا وقال نسبه النمو 8.2، علاش رجعتي ل 2020؟ علاش رجعتي ل 2020 وبعض الاحيان كترجع ل 22؟ هذا حرام انه ما يكونش. رفع نسبه البطاله كانت 11.9 رفعتوها ل 13.1 في العالم القروي في الشباب صحاب الشواهد بلا ما نتكلموا عليهم. توسيع الطبقات الفرقشيه والفساد والريع حنا كنوسعوها. نعطيكم غير امثله، ماشي ما بقيناش في سحب القوانين وانه ما كنستجبوش مع اللجنه مع الهيئه الوطنيه اللي اجتمع معها وقال سنتخذ المبادرات من اجل عقد اللجنه الاستراتيجيه. سير الطيب. توسيع ثقه الاسر في تدهور، شوفوا 53%، شوفوا غير ACP. تبديد الثقه في المؤسسات، شوفوا استطلاعات الراي. ضرب المستشفى العمومي اليوم جعلنا له من 9.5 رفعناه ل 10.5 ديال المليار ديال الدرهم. 80% كتمشي للقطاع الخاص. ونعطيكم نموذج: بيع الممتلكات او كراؤها باسم التمويلات المبتكره، كنغطيو به على العجز وعلى المديونيه. خصنا نقولوها 111 مليار ديال الدرهم على الاقل مع هذه الحكومه. رفع نسبه الفقر من 1.7% ل 3.9%. قول بان عندنا ارتفعت من 600,000 المليون و400 مليون. ولكن هذه فاش نجحت الحكومه؟ فشلات في تنزيل البرنامج الحكومي. تكلموا عليه الاخوان. نسبه النمو علاش ما تذكرش 2021 8.2 اللي خلى رئيس المديونيه مشيتي ل 2021 كانت 69.4. هذا هو. ما عرفتش واش يعني واش اما سوء النيه واما شي حاجه اخرى، هذا هو، واما موقف سياسي. بلا ما التعليم، الحمايه الاجتماعيه، الفوارق الى غير ذلك، هذه راه تكلموا عليها الساده الرؤساء. ولكن كيحز في قلبي هذه القضيه الامازيغيه، لان هذه الحكومه تعطى ما لم يعطى للاخرين. جلاله الملك جعل منها 14 يناير عيد وطني، قال لك غندير لها مليار. 2022 2023 2024 اللي صرفنا عليها هو شحال؟ هو 60 مليون ديال الدرهم و70 مليون ديال الدرهم. طيب انا نفوت هذه القضيه ديال علاقه قانون الماليه بالاولويات. وفي غير وحده، غير التقاعد. سيد الوزير، جيتي في 2022 23 24 التزمتي، دابا كتقولي انا كتحمل مسؤوليه. ماشي انت بوحدك خصك تحمل المسؤوليه، خصو يتحملها معك رئيس الحكومه وربط المسؤوليه بمحاسبه تقتضي ما تقتضي. طيب نختم بهذه القضيه ديال التعديلات. اولا ما دام كتكلم على التعديلات، تمت سرقه تعديل العداله والتنميه الماده 74 هو اللي جبنا العام فايت فيما يتعلق بالخصم من الاعباء. كنا دايرين 600 والسقف هو 3600. قولوها سرقتوه ديال العام فايت، نجيبوا لكم بالصفحه. وكنقولوا للحكومه حتى هي ما كتقبلوش التعديلات. هذيك المساهمه التضامنيه اللي درنا على الشركات قلنا لكم عموها. دابا قولوا راه هذا استجبنا للمعارضه. اما لا بغيتي السيد الرئيس تكلم على التعديلات، هاد 122 العداله والتنميه، 33 فيما يتعلق بالحفاظ على الصناعه الدوائيه، دعم القدره الشرائيه 20، حمايه الصناعه الوطنيه 16، تشغيل 10، دعم المقاولات الذاتي 12، حمايه صحه المواطن وغيرها. ولكن اختم لاقول بان المشكل اللي عندنا هو حنا درنا واحد جوج ديال التعديلات بعدا كنتمناو الحكومه تخلي لنا حتى البنك الدولي مشى حساب الادخار. كتدخل الحكومه واحد العدد ديال المداخل، قلنا دير واحد الحساب. اما الادويه سنرجع اليه بالتفصيل في المساء. فان نحن امام واحد مشروع قانون الماليه ما عنده علاقه لا بالبرنامج الحكومي ولا بالتحديات، ولذلك نأسف أننا سنصوت ضده. شكرا لكم والسلام عليكم. سيد الرئيس، كلمة للنائب المحترم